ضياع حلم كريستيانو رونالدو بعد مباراة صادمة ونتيجة مفاجئة. كلياتنا كنا ناطرين مباراة البرتغال وكولومبيا على أحر من الجمر، وكلياتنا كنا ناطرين نشوف كريستيانو رونالدو عم يسجل أهداف ويعمل ولكن كانت النتيجة محبطة والمباراة محبطة أكثر منها لأنه طلعوا بالتعادل السلبي. بتمنى منكم قبل ما أكمل الفيديو تحطوا لايك وتشتركوا بالقناة وتعالوا نحكي أكثر عن هاي المباراة. كريستيانو رونالدو ما بين هذه المباراة إلا بلقطة أو لقطتين، وكان النجم فعلا عند البرتغال هو الحارس يلي شال طابات بالهبل وأنقذ فعلا البرتغال من هزيمة محققة لكولومبيا اللي كانت متفوقة على البرتغال بكل شيء، ولكن يعني الحظ مع الحارس أنقذوا البرتغال ليطلعوا بهذا التعادل السلبي. ولكن مش هذا الموضوع، ولكن الموضوع الأكثر جدلا هو الحالة التحكيمية وهدف كولومبيا. ولكن هذا ما بيأثر على شيء، يعني حتى إذا البرتغال خسرت أو تعادلت نفس الشيء هي متأهلة بكل الأحوال. بس الموضوع اللي عم يحكي فيه، اللي عم ينحكى فيه هلا، إنه كريستيانو رونالدو ضاع منه كأس العالم وضاع حلمه، لأنه صار الطريق لكأس العالم صعب. ممكن يلاقي كرواتيا، فرنسا، إسبانيا، وما يقدر ياخذ كأس العالم، وكل الناس عم تقول إنه البرتغال خلص ضاع منا. صراحة هيدا اسمه سخافة. انت لما بتفوت على كأس العالم لازم تكون انت اقوى من كل الفرق اللي بتواجهها. هيك انت ما بنقعد نحن نشتغل بقى حظ، يعني اذا اجانا فريق قوي بنفوز واذا اجانا فريق ضعيف بنخسر. هي اسمها مسخرة وسخافة. انت كبطل للعالم لازم تكون فعلا اقوى من كل المنتخبات وتقدم يعني اداء بطولي يأهلك انك ترفع كأس العالم او كأس بهيدي القيمة الكبيرة. ريال مدريد كان لما يفوز ببطولة أبطال أوروبا كان يسحق الأقوى بأوروبا. أنا بنسخة من ريال مدريد شفتها، يعني غلب السيتي وغلب تشيلسي وغلب ليفربول يعني غلب أقوياء أوروبا، وبعدين طلع وأخذ البطولة وفعلا قال أنا البطل ويستحق أنه هو البطل. كذلك الأمر بالنسبة لكأس العالم. أنت كمنتخب إذا بتصل لكأس العالم بدك ما تسأل مين في قدامك، مين ما إجا لازم تربح. ناس بتقول لي فرنسا، اذا ما كنت انت اقوى من فرنسا ومن اسبانيا معناتها انت لازم ما تطلع وما توصل لكأس العالم. وهيدا الشيء اللي عم ينحكى بالسوشيال ميديا، هيدا انا بالنسبه لي سخافه. انت كمنتخب برتغالي قادر تتخطى هدول الفرق وتفوز بكأس العالم، حلال عليك، انت فعلا البطل. اما اللي بينحسب والله هيدا طريقه سهل وهيدا طريقه صعب، انا هيدا الكلام ما بعتد فيه ابدا. البطل لازم يكون اقوى من الجميع وعنده مستوى اقوى من الجميع. كريستيانو رونالدو مع هيك فريق صراحة صعب، مع هيك مدرب مصيبة المصايب، ولكن كل شيء يعني كل الاحتمالات واردة. لنشوف شو ممكن يصير، رغم انه انا بستبعد صراحة انه البرتغال توصل لبعيد بهيك عقلية، لانه لا المدرب بيفهم لا اللاعبين شاطرين. ولكن في شغلة واحدة بتميز البرتغال، انه البرتغال عندها الكواليتي اذا حطت عقلها براسها فعلا تعمل المستحيل. يعني هيدا الشيء اللي بيميز البرتغال. هن بقى كيف بيترجموا هذا الموضوع، بيتفاهموا مع بعضهم، بيكونوا بشر بيقدروا يجيبوا لقب غالي بالنسبة للبرتغال ويصدموا العالم لحتى تكون البرتغال مع أول بطولة كأس عالم بتاريخ البرتغال، ولا لا هيدا هو الاختبار الصعب. اختبار كريستيانو رونالدو صراحة داخل وخارج الملعب، بده يعني يتحمل هدول الأغبياء اللي معه، وبده كمان يبدأ يعني يثبت ذاته بهي البطولة الأخيرة بعمر 42 سنة. صراحة كريستيانو رونالدو فعلا بموقف لا ينحسد عليه. بيبقى تعطوني رأيكم انتم بالتعليقات شو ممكن يصير لقدام، مين بتتوقعوا يفوز بكأس العالم. اعطوني رأيكم بالتعليقات، وما ننسى اذا عجبكم الفيديو تحطوا لايك وتشتركوا بالقناة، ويعطيكم الف عافية وسلام.